الشعب المغربي يقف اليوم صفا واحدا مع الصحفي الإماراتي عبد الله الكعبي. في زمن يملأه الإعلام المزيف وذباب العسكر الإلكتروني، يبرز الكعبي كرمز للشجاعة والصمود، مدافعا عن المغرب بكل حب وإخلاص، مفندا بدقة كل الأكاذيب والشائعات التي يروج لها الإعلام الجزائري. إنه لم يكتفي بكشف التضليل الإعلامي، بل أظهر للعالم أن الحب الوطني والدفاع عن الحقيقة لا يعرفان خوفا أو تراجعا، وأن الصحفي الصادق يمكنه مواجهة آلة الكذب بكل صلابة. الإعلام الجزائري الذي يسعى منذ سنوات لتشويه صورة المغرب وزرع الفوضى بين الجماهير، وجد أمامه حصنا صلبا في شخصية عبد الله الكعبي. فكل خبر مفبرك أو شائعة مدبرة تم الكشف عنها بالكلمة الصادقة والمنطق القوي، وهو ما جعل الكعبي مصدر إحباط دائم لمحاولات التضليل. الشعب المغربي الذي يعرف قيمة الحقيقة والوفاء لم يقف مكتوف الأيدي، بل عبر عن تضامنه الكامل مع الصحفي الشجاع، مؤكدا أن الأكاذيب لن تمر، وأن التضامن مع من يدافع عن الحق هو واجب أخلاقي ووطني. هذه المواقف أكدت للعالم أن الحق لا يهمش بالكذب ولا يختفي تحت الإعلام المزيف، وأن كل محاولة للتلاعب بالرأي العام ستفشل أمام وعي الجماهير وحبهم للحقائق. عبد الله الكعبي أصبح اليوم رمزا عالميا للمصداقية والحرية الصحفية، وصوتا يتجاوز الحدود ليظهر للجزائريين وللعالم أن الأكاذيب الإعلامية لن تصمد أمام الحقيقة، وأن المغرب وأصدقاؤه سيظلون دائما يقفون في وجه كل محاولة لتزييف الواقع. الشعب المغربي اليوم يرسل رسالة قوية وواضحة: الكرامة والحرية والمصداقية تستحق التضامن والدفاع، وأن صوت الحق لن يسكت مهما حاول الإعلام الجزائري التلاعب به، مهما كانت الحملات منظمة وممنهجة. التضامن مع عبد الله الكعبي ليس مجرد دعم لفرد، بل إعلان عن شجاعة وطنية وقيم لا يمكن أن تنكسر أمام الأكاذيب، ورسالة لكل من يظن أن الكلمة الصادقة يمكن أن تسكت. في زمن يملأه الكذب والتضليل، يثبت عبد الله الكعبي والشعب المغربي أن الحقيقة والوفاء للوطن أقوى من أي آلة إعلامية، وأن الدفاع عن الحق ليس خيارا، بل واجب شجاع لا يتراجع أمام الضغوط.